تعبتي من الصداع اللي ماسك دماغك، الصداع مش عايز يروح، كل شويه بتحسي بيه، رحتي لدكاتره كتير واشعاعات وحاجات كتيره جدا عملتيها، لكن كل الدكاتره قالوا لك انت كويسه وزي الفل ومفيش اي حاجه والصداع مش عايز يروح خالص. ولكن في وسط اللف كده على الدكاتره، حد من الدكاتره راح قال لك ان الصداع ده ممكن يكون سببه نفسي، وان انت محتاجه تاخدي جلسات للعلاج النفسي. معاكي نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي. انا هنا وجايه ان انا اطمنك واقول لك ان عرض الصداع ايا كان سببه ايه من الناحيه النفسيه هيبقى ليه حل مع الاندماج بجلسات العلاج النفسي. لما بتعلم تمارين الاسترخاء، لما بتعلم ان انا ازاي اعرف اهدي جسمي، لما بتعلم ان انا ازاي اعرف اتعامل مع افكاري السلبيه، لما اتعلم ان انا مش من كتر التفكير يخليني ان انا اوصل للصداع الحاد اللي بيوصل لي، كل ده هتعلمه جوه جلسات العلاج النفسي. فلو انت مجننك الصداع ولفتي كتير، كل الدكاتره اكدوا لك او اكتر من دكتور اكد لك ان الصداع اللي عندك ده هو سببه نفسي، احجزي جلستك النفسيه الاونلاين دلوقتي، وما تنسيش هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.